اسمعي، هسه بدي اشتري لك انت واخوانك اواعي العيد، لا تجننيني بكثر الحكي وظلك جنبي لان هسه ازمة العيد مو طبيعية. تكرمي يا احلى ام. رح اشتري احلى فستان بالسوق، ورح خليهم يسألوني من وين شريتي هدول الاواعي. اسمعي، أنا عندي شغل ومطول وما بعرف متى أخلص، إذا خلصتي رني علي. اسمعي، في محل حكت لي عنه خالتك هون، يقولوا اسعاره منيحة واواعيه تجنن، نشوفه بعدين نلف باقي المحلات. طيب ماما شوفي هذا محلاه يجنن، بدي اياه. ومن وين بدنا نلقى واحد عطولك؟ ما انت شايفة طوله طويل كثير. امشي بس. ليش يعني انا قصيرة؟ شو كسر الخواطر هذه؟ واو، ايش هذا الفستان الجميل، كأنه فستان اميرات. هذا اللي بدي اياه. ماما هذا الفستان اللي بدي اياه، خلص قررت. بالله شو هالزود هذا، مو حلو. هذا اللي بيجنن. لا ماما بالله عليك يا ماما، اسمعي اقصد 2 والحلو ناخده، ماشي؟ طيب ماشي، ما أعندك. ماما شوفي ما أحلاه، يجنن كتير حلو. لا مو حلو، نحفك. روحي القيس الثاني خلينا نشوفه. جد؟ يا عيني يا ما شاء الله يا بنتي، شفتي ما أحلاه هاد؟ حتى اللون لابق لك أحلى من هذاك. لا هذاك حلو ماما، أنا يا أشتري هذاك الفستان يا ما بدي أشتري أواعي للعيد. فستان الدجاجة المفروسة هذاك ما راح تشتري، وريحتيني الله يرحيك. يلا غيري بسرعة، هنا بستناكي برا ألحق أشتري لإخوانك. ها؟ ما صدقت بيها. أخ بس لو إنه مو عيد كان زعلت. ماما شو مالك يا ماما، كنت قاعد أمزح معاكي، يعني كيف ما بدك تشتري لي أواعي العيد؟ تقبلي بكرة يقولوا عنك ما عندك مصاري تشتري لبنتك أواعي العيد، أو يصيروا يتمسخروا علي صحباتي وبنات عمي إنه ما عندي أواعي عيد؟ بين عشانك يا ماما، عشان بكرة ما يقولوا عنكم فقراء. خلاص قد ما تحكي وجعتي لي راسي. خلاص رح اشتري لك أواعي عيد، لا تجننيني. أوف هسه رح نفوت نشتري ويا ويلك أسمع حسك. حاضر. واو إيش هذا المحل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وأخيرا وصلت البيت، عطشانة ميت عطش بطيئة. تعبت. أتمنى إنكم استمتعتم معي اليوم، أخذتكم معي عشان تشوفوا شو راح أشتري للعيد، وبالجزء الثاني إن شاء الله راح أوريكم شو اشتريت للعيد. اشتريت أكثر من لبسة، وأخليكم تختاروا معي أحسن لبسة عشان ألبسها بيوم العيد، واحكوا لي أنتوا شو اشتريتوا للعيد وكم كلفتكم لبسة العيد. أنا ما راح أحكي كم كلفتني عشان بابا ما يشوف المقطع تعرفوا شو. وبس راح أوريكم كمان تجهيزاتي للعيد وماسكاتي، ونروح مع بعض على الصالون. لهيك انتظروا الجزء الثاني، لا تنسوا تتابعوني.